أحمد أسامة الجندي أول مصري وعربي يحصل على الميدالية الأولمبية الذهبية في الخماسي الحديث أو المودرن بنتاثلون. بس هو إيه صحيح الخماسي ده؟ وليه اسمه الحديث وبيتلعب إزاي؟ تعالوا أقول لكم. أهلا بيكم في الحكاية وأنا يوسف عزت. أول ظهور موثق للعبة الخماسي بترجع لأولمبياد عام 708 قبل الميلاد، وكانت وقتها بتتكون من 5 ألعاب: الوثب الطويل، وبعد كده رمي الرمح، ثم رمي القرص، وبعد كده سباق جري، وتنتهي بالمصارعة. وكان اليونانيين بيعتبروا اللعبة دي من أصعب الألعاب الأولمبية، وما يقدرش عليها غير الأبطال لأنها تحتاج تدريبات شاقة متنوعة وأعصاب من حديد. حتى أرسطوطل الفيلسوف اليوناني الشهير كان قال في كتاباته إن متسابقين البنتاثلون هم الأفضل والأجمل من بين كل متسابقين في باقي الألعاب الأولمبية. نجري بالزمن قدام شوية، وبترجع تاني المسابقة الخماسية للظهور في أولمبياد أثينا سنة 1907، وبشكل قريب جدا من اللي كانت بتتلعب بيه زمان. واستمرت اللعبة بنفس الشكل إلى أولمبياد 1924، واختفت بعد كده لصالح لعبة الخماسي الحديث أو المودرن بنتاثلون، وسجلت أول ظهور ليها في أولمبياد 1912. وكانت فكرة الفرنسي بيير دي كوبرتان أبو الأولمبياد الحديثة، والراجل اللي ليه فضل كبير في تكوين اللجنة الدولية الأولمبية، وبإن الألعاب الأولمبية تتلعب في دول تانية غير اليونان. حقيقي راجل إنجازاته ضخمة جدا، ويستاهل حلقة خاصة لوحده ممكن نعملها بعدين إن شاء الله. المهم، هو استوحى الفكرة من متطلبات الجنود الحديثة في جيوش نابليون بونابرت. كانت الفكرة قايمة على مهمة جندي لتوصيل معلومة من القيادة إلى الكتيبة، وتصور التحديات اللي لازم تخطاها. فالجندي يحتاج يبارز بالسيف. لاحظوا ان احنا بنتكلم عن متطلبات جندي في جيش بونابرت: ويجري، ويعوم، ويعرف يضرب بالنار، ويركب خيل مش بتاعه ومش متدرب عليه عشان تنجح مهمته. وفعلا هم دول مسابقات اللعبة الخماسية أو البنتاثلون. طبعا اللعبة اتغيرت قوانينها وترتيب لعبها أكتر من مرة، فهقول لكم على ترتيب المسابقة بناء على آخر تحديث في أولمبياد باريس 2024. أول حاجة المبارزة بالشيش في يوم، بحيث إن كل لاعب بيلعب 35 مبارزة، عدد المؤهلين للأولمبياد. كل جولة بتكون مدتها دقيقة. واليوم اللي بعديه بتقسموا مجموعتين بيلعبوا الشبه النهائي. بيبدأوا بركوب الخيل مع خيل مش متدربين عليه، ثم جولة مبارزة بالشيش إضافية، بعد كده سباحة حرة ل 200 متر، وبعديها بيجروا 3200 متر الليزر رن، واللي بتخللها تنشين بمسدس بقى ليزر حاليا على 4 وقفات أو محطات خلال تراك الجري. كل مرة فيهم لازم يصيب 5 أهداف، وكل تقريبا بيكون في ساعة ونص. وأحسن 9 من كل مجموعة بيكملوا للنهائي، وبيعيدوا فيه نفس الألعاب وبنفس الترتيب، والفايز بياخد الذهبية. طب ازاي بيحددوا الفايز في النهائي وقبل النهائي؟ كل الألعاب ما عدا الليزر ران بتكون بنقط. وطبعا لازم أقول هنا إن بطلنا أحمد الجندي كسر أعلى عدد نقط اتحقق في تاريخ اللعبة، والحاصل على أعلى نقط في الألعاب الأربعة بيكون له ميزة إنه بيبدأ سباق الجري متقدم على الباقيين، وترتيب المتسابقين الباقيين بيكون على حسب النقط اللي خدوها، واللي بيخلص السباق الأول بيكون هو الحاصل على الميدالية الذهبية. لعبة صعبة الحقيقة، بتحتاج قوة ولياقة وثبات انفعالي رهيب. والأولمبياد اللي جاية هيعملوا فقرة الخيل، لأن اللجنة الأولمبية لاحظوا مع توتر اللاعبين بيحصل أحيانا سوء معاملة للخيل، هتستبدل بسباق جري مع بعض العوائق والتحديات مستوحى من برنامج المسابقات اليابانية القديمة. تفتكروا لو انتم بتلعبوا اللعبة دي ايه أصعب مرحلة هتواجهوها؟ أنا عن نفسي آخر أتفرج بس. مبروك لأحمد الجندي، مبروك لمصر والعرب كلهم. ابعتوا الفيديو ده لاصحابكم اللي مش عارفين حاجة عن اللعبة وعن صعوبتها وعن قيمة إنجاز البطل الأولمبي المصري أحمد الجندي. يومكم جميل مليان بالانتصارات.